السلام عليكم. اهلا يا فنانين، يا رب كلكم تكونوا بخير. عارفه اني اتاخرت عليكم كتير في فيديو فيه شرح تفصيلي كده. دايما بتنزل الشورتس اكتر، بس ده لظروف عائليه كبيره قوي، وكمان مع الشغل وكده. مش هطول عليكم كتير في الحاجات الشخصيه، انا عارفه ان انا بحب دردش معاكم شويه. بس دلوقتي انا جالي كومنتس كتيرة عن ازاي اقدر ارسم بالالوان الخشبية، وازاي اطلع بيها درجات، وازاي اقدر ارسم اكتر من طبيعة جسم. الموضوع مش بالخامة او ليه علاقة بالخامة على قد ما هو ليه علاقة ازاي انا اصلا ببدأ ارسم، وازاي بحاول ان الرسم يكون في رياليستيك او في واقعية، او يكون في دراسة للظل والنور ولطبيعة الجسم نفسه. والخامات دي بقى الورق والالوان او الخامة اللي هرسم بيها دي بتساعدني اني اوصل للنتيجة اللي انا محتاجاها. كنت عملت لكم فيديو صغيرة قبل كده وشرحت لكم ازاي بنطلع درجات من كل لون، وايه هي الالوان الاساسية والالوان الفرعية والتفاصيل دي كلها. تاني حاجة انا عايزة اكلمكم فيها ان الورق لو انا عايزة اشتغل ودي تكنيك مثلا ناعم في التظليل او التلوين بتاعي، فانا محتاجة ان انا اخد ورق فيه مسامية اقل. يعني ايه مسامية اقل؟ يعني ما يكونش خشن، يكون ناعم على قد ما اقدر. طريقة التظليل اللي هستخدمها ان كانت هاتشن وكروس هاتشن او طريقة دواير كده، كل طريقة منهم بتديني نتيجة مختلفة. يعني مثلا الهاتشن والكروس هاتشن، وبرضو هتلاقوا فيديوز لشرحها قبل كده بالرصاص وبالالوان. دي ليها تكنيك، لو انا مثلا اشتغلت عليها طبقات هتديني هتغطي معايا من الورقة. طيب خلينا دلوقتي نتكلم مثلا عن اللون الاحمر. انا دلوقتي عايزه اعمل احمر واضح، وعايزه اعمل احمر فاتح، وعايزه اعمل احمر غامق. عشان ابدا احقق الظل على اللون الاحمر، فانا عندي اكتر من طريقه. اول طبعا طريقه اغلب الناس بتفكر فيها طريقه اللون الاسود، بس في حلول تانية. في طبيعة اجسام زي مثلا الكرز الكريز او الشاري، وفي مثلا التفاح، في البرتقال او الجراف فروت، او في اكتر من نوع درجة احمر مختلفة. في كل جسم بيديني درجات من الاحمر مختلفة غامقة بشكل مختلف. في احمر هحط عليه اخضر فيديني درجات من البني، وزي ما انتم شايفين كده انا بعد ما بضيف اللون اللي هغمق بيه الاحمر ان كان اخضر او اسود او بنفسجي، هضيف عليه احمر تاني هيديني احمر على درجات بنيات شوية. لكن البنفسجي هيديني احمر وردي اكتر واحمر ناصع. الاسود هيديني احمر قاتم او هيبدأ يديني نبيتي، درجات نبيتي غامقة. كل واحد فيهم انا بستخدمه حسب طريقة الجسم. انا بصراحة في ناس بتشوف ان لا الاسود مثلا بيقفل اللون، لا الاخضر هيبوظ الاحمر. لا، انا بشوف ان كل جسم، ان مش قاعدة، دي مش رول. انا بقدر اتعامل مع كل حاجة بالشكل اللي انا شايفاه مناسب للجسم اللي انا برسمه. ده انا بالنسبة لي حتى في الكورسات بتاعتي دايما بقول لهم كده، نستخدم اللون زي طبيعة الجسم اللي انا بشتغله بالظبط. وطبعا لما بعمل اتجاهات مختلفة للتظليل وخطوطي تكون متقاربة، بقدر اغطي اكتر من الورقة، فبيبدأ التلوين بتاعي يكون واضح اكتر وانضف، واللون بتاعي واخد حقه، فبيديني انا ريزلتس كويسة جدا. طيب لما ابدأ دلوقتي مثلا هناخد اكزامبل كده ونرسم اوبجكت. الاوبجكت ده هيكون طماطم. هنجيب الطماطمية ونشوف عليها احنا بنعمل ايه على الطماطم عشان تكون رياليستيك على قد ما نقدر. بس طبعا ده كويك سكتش، اتس نوت يعني سكتش سريع، مش فيه تفاصيل واقعية اوي. يعني مش هنغطي الورق بيرفكت فتبان الطماطم كأنها مجسمة جدا. طيب اول حاجه خالص احنا بنحاول نسكتش بدرجه فاتحه من نفس لون الجسم. يعني مثلا الجسم ازرق، هستخدم لبني فاتح قوي اعمل بيه السكتشن بتاعي. بس انا هستخدم الاحمر على طول عشان تقدروا تشوفوا الجسم على الورقه، عشان لو الاضاءه ما خدمتناش او حاجه تبقوا شايفين التخطيط. وحاولوا ان انتوا تاخدوا الستبس دي معايا، تبعتوها لي على انستجرام عشان نشوف النتائج هتكون عاملة ازاي، ونشوف لو في كومنتس عليها وايه اللي محتاجين نشتغل عليه اكتر عشان يكون افضل، وهكذا. الالوان الخشبية انا بحس ان هي من اسهل الالوان، بس هنضيف ان هي مثلا بتاخد وقت شوية عشان نظهر الحاجة حقيقية اكتر، وخصوصا لو عايزين نوصل لنتيجة واقعية.
في فنون جميلة ما اعتقدش ان كل حاجة هتوصلوا فيها لحاجات واقعية قوي، لان هي اغلبها بتبقى دراسات، والدراسة مش على طول بتكون لازم الحاجة تبقى واقعية قوي. طيب عشان ارسم الجسم انا بحتاج اني احدد عليه اماكن الهايلايت، الضوء القوي، او بمعنى اصح اللمعة اللي موجود عليه لو الجسم مش مات او مش مطفي او معتم. وبعد كده بعمل الاضاءة اللي هي الضوء العادي البسيط او اللون الصريح بتاع اللون بتاع الجسم، وبعد كده اماكن الظل بتاعي، وبعد كده اماكن انعكاس الضوء. وطبعا انعكاس الضوء زي ما احنا ذكرنا كتير في فيديوز قبل كده، انعكاس الضوء بيكون ضوء خافت منعكس عن طريق الارض اللي واقف عليها الجسم، على كأن الضوء اخد راوند. مثلا الضوء جاي من الشمال، اخد راوند على يعني لف كده حوالين الباك جراوند وانعكس على الجسم في اتجاه الظل. بيكون ضوء خافت قوي ومدروس وخفيف. دايما وانا بعمل سكتش سريع احاول اخلي خطوطي خفيفه، اخفف ايدي على القلم قوي وادي نفسي الحريه، واحاول ان انا لو حسيت ان الخطوط المنحنيه او طبيعه الجسم اللي انا برسمه فيه انحناءات كتير ابسطها على نفسي شويه عن طريق ان انا اعملها خطوط هندسيه، خط هندسي جنب خط هندسي جنب خط هندسي لحد ما اوصل للاوت لاين بتاع الجسم اللي انا برسمه. هيبسط عليا جدا الفكرة، وهيسهلها خالص عليا ويبسط عليا خالص، هتكون اسهل كتير وهيبقى اسهل لي واريح لي حتى لو برسم بورتريه. ودايما هتشوفوا الناس الاكاديميين بيحولوا كل الحاجات دي لهندسيات عشان يسهلوا على نفسهم الدراسة ويبدأوا يدرسوا الجسم بطبيعته، الجسم بطبيعته الحقيقية، يعني دراسة فيها تشريح لطبيعة الجسم ده، وبعد كده يعملوا دراسات للظل والنور اللي موجود عليه في اكتر من اتجاه، او بمعنى اصح طبيعة الظل والنور في كل الاوضاع. وبعد كده نبدأ نشوف تفاصيل اكتر. خلينا نشوف هنا ازاي هعمل على الطماطم دي الاجزاء بتاعتها كلها، وامتى يعني هبدأ اشتغل ازاي باللون الاحمر. طبعا بشتغل باحمر وردي مش الاحمر الاورنجات، او على الاقل في الطماطم اللي انا هوريها لكم دلوقتي هحط كسور. طبعا عشان اعمل الدراسة دي ضروري جدا صورة الريفرنس اللي انا بشتغل منه تكون قدامي. عايزين تشوفوا ريفرنس او ترسموا لايف، ممكن تشوفوا صور متصورة بكادرات مختلفة لستيل لايف او لاندسكيب او غيرها على بنترست وغيره من المواقع اللي ممكن نرجع لها لحاجات زي كده. في ناس كتير عاملة الصورة دي، انا جايباها من على بنترست اصلا مش انا اللي مصوراها. وممكن جدا ان انتوا تعملوا سبوت لايت على كادر لستيل لايف وتبداوا تشتغلوا عليه. بس خلينا نرجع للطماطم بتاعتنا دلوقتي ونشوف ان احنا بالبنفسجي المائل للازرق اللي فيه ازرق زياده، لان فيه بنفسجي فيه احمرار اكتر. طبعا لو رجعنا اصلا لدايره اللون والالوان الاساسيه والفرعيه والحاجات دي هنعرف ان البنفسجي بيتكون من ازرق واحمر. البنفسجي اللي انا بستخدمه دلوقتي فيه نسبة الازرق اكتر من الاحمر. تمام، هنبدأ نشرح الموضوع ده بشكل اكاديمي ونظرية اللون اكتر، وايه اللي بيحصل وازاي بوصل للقيم في الالوان عن طريق واحدة واحدة بس كده. بس خلينا نبدأ نطبق، واحنا بنطبق نحكي عنهم ونشوف تفاصيل. اوكي، بس هبدأ طبعا اتقل البنفسجي بتاعي في الظلال بتاعة الاوراق والاماكن اللي فيها غامق قوي او فيها ظل قوي قوي على الطماطم. وطبعا المرة المليون ومش عارفة كام ألف بنبدأ باتجاه الظل الأول في الطبقات الأولى في البيزك تون. اللي أنا لو مثلا عايز أدي بيزك تون زي ما بعمل في الأويل بانتن، أو زي ما بعمل في الووتر كولر أو الحاجات دي كلها، إن أنا أفرد مساحة الجسم تحت منه أول درجة كده لون على طول. ببدأ دايما من اتجاه الظل. وحتى اللون ده انا بالنسبه لي في البنسل كولر بحاول ان هو اشتغل فيه الظل واوصل بيه للضوء برضو، يعني يكون حتى لو بيزك تون برضو اشتغل بيها غامق وفاتح. وبعد كده ببدأ اشتغل اللي من الظل للنور عشان اقدر اوصل لدرجة ظل مناسبة زي اللي بتحصل على الجسم بتاعي. طبعا لما بنشتغل بالظلال بنبدأ بقى نشوف واحس بالضوء الظل اللي موجود على الجسم بتاعي. زي مثلا اني الاحظ كويس قوي هل فعلا بنفسجي خدمني واداني درجة الاحمر اللي انا محتاجاها. طبعا انا هنا شغالة بهاتشن وكروس هاتشن، يعني ما بغيرش طريقة الخطوط، خطوة
طولية وعرضية ومائلة وهكذا. لكن بشتغل بشكل اكاديمي يعني شوية، مش بشتغل رياليستيك، مش بشتغل حاجة واقعية قوي. بس في الاخر هتديني نفس شكل الطماطم. عملت دراسة للطماطم، عملت دراسة للون، وعرفت ازاي اطلع الدرجات بتاعته كلها زي ما انا محتاجاها وزي ما هي مظبوط. ولو وصلت طبعا للمرحلة دي من الرسمة، فاتمنى ان انت تعمل سبسكرايب وتعمل لايك يا فنان. وما تنسوش الفيديو اللي جاي هيكون فيه شرح اكتر. ما تنسوش تكتبولي كمان في التعليقات ايه اكتر حاجات وايه المشاكل اللي بتواجهكم مع البنسل كولرز، عشان نبدأ نشرحها في البلاي ليست الكبيرة دي، عشان نعرف ندي تفاصيل اكتر عنها. الاخضر نفس الفكرة بتاعته بالظبط، يا اما بغمقه بالازرق اللي هو اللون اصلا من مكوناته، يا اما بغمقه باحمر، يا اما بغمقه بالاسود. نفس الفكرة بالظبط. اعمل دراسة الاوراق هبدأ اشتغل عليها. طبعا اخترت الاحمر عشان يديني شوية الدبلان كده، عارفين درجة الذبول كده بتاعت الاوراق، ان هي بقالها فترة متشالة من الشجر، فالاخضر الناصع بتاعها اختفى وبدأت تدبل، فعايزاها بقى تاخد الحدة دي. لحظات كتيرة بس دقة في التأمل. اهم حاجة نكون عندنا تأمل وتغذية بصرية، مش بس بنشوف صور، لا احنا كمان بنتابع في الحقيقة ايه الحاجات اللي بتحصل. الضوء لما بيتحرك على الاجسام بيحصل فيها ايه. شوفوا تفاصيل كتير وتعلموا اكتر، واكتبوا لي بليز، وشاركوني السكتش ده على انستجرام مشروع ارت ستوديو. ما تنسوش. اشوفكم على خير يا فنانين، باي باي. نسيت اقول لكم الشادو بيبدا جنب الجسم، بيبدا غامق وبعد كده يبدا يختفي ويتوه مع الارضيه.